عود من منير المبروك. منير مبروك يضع الكرة في الجانبية قبل المغادرة. المتابعة من زكريا. زكريا لمحمد منير. محمد منير يحاول المرور، يرفع كرة داخل المناطق. منير متابعة من جديد. علي رحومة. علي رحومة مكيتا. علي رحومة محاولة الآن ولكن تمر. مطالبة بركنية. سنرى ماذا يعلن السيد جمال الحمودي. ركنية بالفعل. ركنية لصالح فريق الاتحاد الضاغط في أولى الدقائق. نحن نلعب في 8 دقائق وفريق الاتحاد يبحث عن أولى الأهداف. شوف التمريرة من علي رحومة ولكن التدخل كان من جبريل البقرماوي مدافع الهلال السابق، أو كان لاعب ارتكاز. محاولة الآن ماني صابول يسدد وأيضا أولى الأهداف. هدف أول لصالح فريق الاتحاد بتسديدة قوية جدا كانت من ماني صابول. هدف أول إذن تتغير نتيجة المباراة ولوحة المباراة بأولى الأهداف، وهذه الفرحة الاتحادية الكبيرة بأولى الأهداف من الترجولي بكل قوة داخل الشباك. إذن هدف أول لصالح فريق الاتحاد. فريق الاتحاد ضغط مع انطلاقة المباراة واستطاع من تحقيق أولى الأهداف. إذن هدف أول الآن لصالح فريق الاتحاد. فرحة كبيرة للجماهير الحاضرة في هذا اللقاء. تسديدة كانت قوية جدا مع وجود اللاعبين داخل المناطق الجزاء. كان من الصعب من جمعة قطيط فعل حيالها أي شيء لأنها كانت في زاوية صعبة جدا داخل الشباك الأهلاوية. إذن هدف أول، هدف سريع جدا لفريق الاتحاد ونحن نلعب في 8 دقائق. إذن ماني صابول الترجولي صعب أولى الأهداف وهذه الفرحة من هشام شعبان. هدف أول لصالح فريق الاتحاد والسعادة الكبيرة للسيد بارتيمير ميليرو. السيد بارتيمير بيريتو السيد البرازيلي البرتغالي. إذن ينجح فريق الاتحاد في إضافة أولى الأهداف وهذه دكة الاحتياط سعيدة بكل تأكيد بهذا الهدف. منير المبروك. الأهلي الآن سيبحث عن العودة. شوف الإبعادة وشوف التسديدة بكل قوة مع وجود أكبر عدد من اللاعبين. إذا هدف جميل جدا من خارج منطقة ال 16 كانت تسديدة قوية داخل الشباك. هدف أول لصالح فريق الاتحاد. الباحثة الدفاعية كانت واضحة من فريق الأهلي الإبعاد بالكرة. تقطع من ناصر سليل. ناصر سليل يرسل الكرة للأمام ولكن طويلة كانت اللاعب علي رحومة لتغادر من جانبية. شوفوا إعادة الهدف. الإبعادة كانت من جبريل البقرماوي والتسديد كان من ماني صابول. أولى الأهداف الاتحادية إذن في لقاء رقم 77 الديربي لصالح اللاعب زكريا اللافي والمتخصص محمد المغربي. هذه الإعادة من زاوية أخرى لهدف فريق الاتحاد وخطأ الآن لصالح فريق الأهلي بطرابلس الباحث عن العودة. الآن لفريق الاتحاد جانبية جديدة. علي رحومة صاحب الإنذار الوحيد في لقاء اليوم حتى الآن. علي رحومة محاولة الاستلام من زكريا. زكريا يبحث عن التمرير. زكريا مضغوط عليه من لاعبين من ناصر سليل واللاعب علي رحومة. التعود من جديد. محمد منير حاول المرور بمهارة عالية. محمد منير يرسل الكرة للأمام. داوود كمال لولان. داوود كمال يسبب الإزعاج بالمهارة العالية والسرعة. اللاعب داوود كمال محاولة الآن. ماني صابول يرسل الكرة داخل المناطق. رأسية داوود متابعة من جمعة قبل الجميع. جمعة موجود في اللقطة الأخيرة. جمعة قطيط يتألق. شوف المهارة العالية من اللاعب محمد منير في المرور. مرة تعود محمد المغربي يسدد وغزالة يتألق من جديد. أحمد سعد لا زالت تشكل خطورة لصالح فريق الاتحاد ويونس الشيباني يضع الكرة في ركنية. تسديدة كانت قوية من اللاعب محمد المغربي والمتابعة تأتي من أحمد سعد. سنتابع الإعادة بكل قوة. سدد المغربي والتألق من مفتاح غزالة. المتابعة جاءت من أحمد سعد. حاول المرور ولكن يونس الشيباني قلب دفاع فريق صالح اللاعب منصور البركي. المباراة تسير بروح رياضية عالية جدا من اللاعبين. لقاء الأخوين لا تفرقهم كرة القدم بالفعل. حضور جماهيري كبير جدا بروح عالية. الجمهور الرياضي في ليبيا جمهور واعي جمهور مميز. كثر الحديث عن التعصب وكثر الحديث عن الروح الرياضية في المباراة ولكن ما نعرفه عن جمهور الرياضة وجماهير الكرة الليبية الآن تمريرات أكسبت لاعبيه الشباب والخبرة الثقة. محاولة الآن محمد عيسى يبحث عن التمرير. أحمد سعد الاستلام من أحمد سعد. فضل التمرير الآن علي الميري. علي تمريرة بينية لا صافرة في اللقطة الأخيرة ولا راية ولكن التدخل يأتي من محمد منير. يؤدي أداء عالي محمد منير أمام زكريا اللافي. محمد منير الآن مرر الكرة. محمد منير لناصر سليل. ناصر سليل يرسل الكرة للأمام. كما قلت فريق الاتحاد التقدم حتى الآن لصالح فريق الاتحاد والفرحة للجماهير الحاضرة.
بهدف ماني سابول. خطأ لصالح فريق الأهلي. محاولة الآن كرة داخل المناطق، الاستلامة من أحمد سعد ولكن غزالة راسية أحمد سعد بشكل مميز ينقض عليها غزالة قبل دخولها الشباك. كرة كانت خطيرة جدا لفريق الأهلي بطرابلس. شوف جملة عالية جدا داخل المناطق، راسية أحمد سعد والتدخل من مفتاح غزالة. الآن تمريرات أكسبت لاعبيه الشباب والخبرة الثقة. محاولة الآن محمد عيسى يبحث عن التمرير. أحمد سعد الاستلامة من أحمد سعد، فضل التمرير الآن علي الميري. علي تمريرة بينية لا صافرة في اللقطة الأخيرة ولا راية، ولكن التدخل يأتي من محمد منير، يؤدي أداء عالي محمد منير أمام زكريا اللافي. محمد منير الآن مرر الكرة محمد منير لنصر سليل. نصر سليل يرسل الكرة إلى الأمام. كما قلت فريق الاتحاد يبحث عن التمريرات الطويلة، يعلم جيدا بأنه يمتلك لاعب في قيمة داوود كاميلو يمتاز بالسرعة. الافتكاك الآن من محمد منير، الانطلاقة من إيهاب البوسيفي. منير يسدد وجمعة قطيط يتألق. لازالت الكرة تشكل خطورة قبل المغادرة من إيهاب وجمعة من جديد. إذا قطيط في لقطة عالية جدا يتألق ويبعد كرتين خطيرتين. شوف التسديدة من محمد منير باليسرى، سدد الاستلامة تأتي، سدد اللاعب إيهاب البوسيفي باليمنى ولكن جمعة موجود. ركنية الآن لصالح فريق الاتحاد، أخطر على المرمى فريق الاتحاد، يبحث عن الهدف الثاني ومباغتة فريق الأهلي. محاولة الآن كرة داخل المناطق، المتابعة من جبريل البقرماوي ليبعد الكرة مع الانطلاقة. أحمد سعد بالمهارة يحاول المر، سريع مهاري أحمد سعد بإمكان المرور. متابعة من نصر سليل. أحمد سعد الآن، أحمد سعد تغيير اللعب كليا، لعب اللاعب زكريا اللافي ولكن تغادر جمهورية. شوف اللقطة الأخيرة، الإبعاد من جمعة قطيط والمتابعة زكريا اللافي يظهر بشكل مميز. زكريا اللافي الجماهير الأهلاوية تعول كثيرا على هذا اللاعب الشاب. محاولة الآن نصر سليل يرسل الكرة للأمام، الاستلامة تأتي من البوسيفي، إيهاب البوسيفي. محاولة علي الحومة، حاول المرور بالمهارة العالية، هذا المميز علي الحومة يطلب المساندة من الجماهير الاتحادية مع نهاية أحداث الشوط الأول. إذا أعزائي المشاهدين نتمنى أن نكون قد وفقنا في نقل أحداث الشوط الأول.